باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أحبائي، عايز أبتدي معاكم كورس عن المشورة في الأزمات. طب حد ممكن يقول لي ما هي مشورة؟ وعلم المشورة بيدرس دلوقتي في معاهد كتيرة، يعني سواء معاهد كنسية أو معاهد في الجامعات، يعني أو في الجامعات. لا، خلوا بالكم إن المشورة في الأزمات غير المشورة العادية. ومرة إن شاء الله في الكورس ده هنتكلم مقارنة إيه الكرايتيريا أو إيه السمات للمشورة في الأزمات، وإيه السمات للمشورة العادية، إن الواحد بيروح لحد في جلسات مشورة وبتتكرر كذا مرة يعني في الأمر اللي هو رايح فيه لأجل المشورة. فالمشورة في الأزمات مختلفة، لكن خلونا في البداية كده نتكلم عن أنواع الأزمات عشان نبقى بس يعني عندنا فكرة. يعني الأزمات ممكن تكون أزمات تطورية. يعني إيه أزمات تطورية؟ يعني في مراحل التطور أو في مراحل النمو في وقت كده ممكن يحصل فيه أزمة. يعني مثلا لما بنيجي في مرحلة المراهقة دي بيصاحبها أزمة. إن خلوا بالكم مرحلة المراهقة هي انسلاخ من الطفولة والاعتمادية الكاملة 100% إلى الشباب أو اليونج أدلت اللي بيبقى لا اعتمادية. فالمرحلة اللي في النص ديت اللي بيحصل فيها الانسلاخ بتبقى فيها هرمونات وفيها نمو وفيها دنيا متلخبطة وفيها أزمات ممكن تحصل. في الأزمات دي تحصل ممكن حاجات متهورة جدا، يعني مثلا بنت هربت مع واد مثلا. ممكن في سن المراهقة، وزي ما بقول لكم عايز أحس إن أنا أقدر أتصرف مع نفسي وأقدر أعمل أي حاجة وأعتمد على نفسي، فتروح واخدة قرار بالشكل العجيب ده. أو ولد يبتدي في سن المراهقة مثلا يجرب المخدرات ويخش فيها ويخش في إدمان مثلا. ففي مرحلة المراهقة ممكن تحصل أزمة. هي طبعا ممكن تمر بسلام ويحصلش أي حاجة لما يبقى البيت والوالدين متفهمين لمرحلة المراهقة والكنيسة كمان متفهمة، فبالتالي بيعبروا بالشخص في الوقت دوت من غير ما تحصل أزمة. فبنسميها أزمة تطورية عشان بتبقى في مراحل التطور أو في مراحل النمو في حياة الإنسان. برضو في مرحلة تانية في حياة الإنسان وهي منتصف العمر، اللي هي من الأربعينات لغاية الستينات. المرحلة دي ممكن يحصل فيها أزمة، والاسم المعروف ليها وأزمة منتصف العمر. وخلي بالكم إن أزمة منتصف العمر بتخبط في حاجة أو أكتر من 3 حاجات رئيسية: الجواز، الشغل، العقيدة. فممكن تخبط في حاجة، ممكن تخبط في حاجتين، ممكن تخبط في 3 حاجات مع بعض ويتسبب عنهم أزمة. يعني مثلا لو الزوج أو الزوجة في أزمة منتصف العمر عمل تقييم للجوازة دي اللي بقالها 15 17 20 سنة موجودة، عمل تقييم للجوازة ديت، وإنه لقى نفسه إن ضيع من عمره كل السنين دي مع واحد ما يستاهلش أو مع واحدة ما تستاهلش. هو ده التعبير اللي ممكن يقوله، ده مش لفظي عشان محدش يفتكر إن أنا بستخدم اللفظ ده، لكن هو في تفكيره شايف إن ايه ده، انا ازاي اعيش مع بني ادم زي ده، او هو شايف ان ازاي اعيش مع انسانه بالشكل ده او بالطباع دي او بالاخلاق دي. فيعمل ايه؟ الامر لما يخش في ازمه هيروح واخد قرار طلاق مثلا، يروح يجري في المحاكم وياخد قرار طلاق. قرار الطلاق دوت هيسبب عنه ازمه للزوجه، ازمه للاولاد، ازمه ليه هو شخصيا لو في التكلفة بقى للمحامي وفي النفقة وفي الحضانة وكل المصاريف ديت. في أزمات هتنشأ. الأزمة أو الأزمات اللي هتحصل بسبب قرار زي إنه هو مثلا يطلق أو هي تطلق، هيكون سبب اختلاق أزمة ليه وللأطراف اللي موجودة في الأسرة. فده نوع من أنواع الأزمات بنسميه الأزمات التطورية، لأنها بتبقى في مراحل النمو. ففي مرحلة المراهقة ممكن تحصل أزمة، في مرحلة منتصف العمر من الأربعينات للستينات ممكن تحصل أزمة. في نوع تاني من الأزمات نقول عليه أزمات وضعية، يعني ظروف حاجة حصلت، ممكن نقول عليها أزمات خارجية برضو، إنها بتبقى ممكن حاجة من بره حصلت مثلا فتخلي الأزمة تحصل.
فظروف مر بيها الإنسان في حياته حطته في أزمة. يعني مثلا أقول إن فجأة مات عائل الأسرة وهو صغير في السن، وإن زوجته ما كانتش بتشتغل، وإن عندها أطفال أكبرهم عنده 7 سنين وأصغرهم بيرضع مثلا. فدي أزمة وضعية، يعني ما حدش عملها لنفسه، لكن ظروف خارجية حصلت سببت أزمة للزوجة وللأسرة كلها بهذا الشكل يعني. فأمور زي كده، فممكن الأزمة الوضعية أو الأزمة الخارجية تكون بأن ظروف خارجية أو أحداث حصلت خلت الإنسان إنه هو يوجد في ظروف تحطه في شكل أزمة. أو ممكن الأزمة تكون نتيجة مرض نفسي، يعني مثلا الناس اللي عندها هالوسينيشن، الناس اللي عندها هالوسينيشن مثلا ممكن الهلوسة دي تخليه يتصور ان في ناس جاية عليه البيت وانهم جايين يضربوه ولا جايين يذبحوه مثلا. هلوسة حصل، وان الاطراف اللي موجودة من العيلة ما حدش فيه موجود في البيت، فراح هو بالهلوسة ديت او هي بالهلوسة دي راح خارج من البيت جري، وخارج يمكن بهدوم البيت وخارج حافي ومشي في الشوارع على وشه كده ولا عارف هو رايح فين ولا هيعمل ايه، وسبب عن الموضوع ده أزمة كبيرة إنهم مش لاقيينه أو مش لاقيينها، وكارثة حصل. أزمة حصلت بسبب مرض نفسي زي الهالوسينيشن مثلا، بيحتاج طبعا علاج. أو أزمة حصلت بسبب إن يكون الإنسان مريض نفسي مثلا بمرض بايبولر مثلا. مرض البايبولر دوت بيخلي الإنسان يبقى في وقت كده يكون عنده طاقة، والطاقة دي عالية جدا وكبيرة جدا أكتر من الحجم الطبيعي. وطبعا ممكن تكون طاقة خلاقة، وممكن تكون طاقة مبدعة، وممكن برضو الطاقة الكبيرة دي بزيادة، المشحونة بزيادة، تخليه يعمل حاجات متهورة أو ياخد قرارات خاطئة. ما هي الطاقة اللي مش في حجمها الطبيعي ممكن ينتج عنها حاجات فيها مخاطرة. فممكن الإنسان المريض بمرض البايبولر إن هو يخش في أزمات لما تيجي عليه لما يجي المود اللي هو في طاقة عالية جدا، والطاقة ديت بتخليه متصور إن هو يقدر يعمل حاجات كتيرة، وبالتالي ممكن يخش في مخاطرات أو يخش في أزمات بالأمور اللي يعملها أو بالقرارات اللي ياخدها. وطبعا الجانب الآخر من البايبولر إن هو بعد ما بتعدي الفترة دي بيخش في حالة اكتئاب، وحالة الاكتئاب دي ممكن برضو يسبب عنها أزمة. اللي أقصده إن ممكن أنواع الأزمات تكون أزمات تطورية من مراحل العمر المختلفة، أو أزمات وضعية أو خارجية نتيجة الأحداث حصلت من الخارج لكن اتسبب عنها أزمة موجودة، أو الأزمات تحصل نتيجة لبعض الأمراض النفسية. طبعا ما ذكرتش كل حاجة، لكن اديت مثل للهالوسينيشن والبايبولر على أساس أنهم نوعين من الأنواع اللي ممكن يتسبب عنهم أزمة. فدي بعض الأنواع عن الأزمات اللي ممكن الإنسان يمر بيها في حياته. ولسه دي بس مقدمة، بندردش في حاجات تانية جديد كتيرة، لكن حبيت بس أديكم مقدمة في كورس المشورة في الأزمات. أشكركم وهنكمل في المرة الجاية.